من المدن الجميلة متابعينا الكرام اللي تقضي فيها أجازتك برشح لكم مدينة شرم الشيخ، لأنها مدينة جميلة ساحرة، طبيعتها وميتها خلابة. غير كده كمان فيها أماكن طبيعية كتير جدا ممكن تسهر فيها، وأماكن للحفلات وأماكن للفسح. أنا كنت ذكرتها لكم قبل كده في أكتر من فيديو. والمنتجع بتاعنا اليوم هو منتجع 5 نجوم رايق في خليج نبأ. المنتجع كبير جدا، دخلنا من البوابات طبعا لازم تخش بعربية او هاي اس او باص كبير عشان هيدخلك جوه مسافة كبيرة. الفندق هو امواج عيون شرم. لسه كنا واصلين ولقينا الشركة العالمية تي ستور جايبة فوق كبير جدا للفندق. لما دخلنا الفندق عرفنا السبب. الفندق ريسبشن راقي جميل جدا، يفتح نفسك كده للرحلة. في كمان المكن بتاع البنك مصر واكتر من بنك تقدر كمان تسحب منهم فلوس. الريسبشن والاستقبال كان سريع جدا وما تأخرناش ابدا، لكن كمان كان اماكن جميلة قدرنا نقعد فيها وكافيتريات، والمنظر كان بانورامي خلاب على مجمع السباحة اللي فيه. كنا مبسوطين جدا ودخلنا اكتر من كافيتيريا وشربنا الويلكم درينك بتاعنا، وكان في اكتر من مكان بيقدم المشروبات المنعشة الجميلة تقدر تقعد فيه وتستنى دورك وتاخد رحلتك. وهنا المكان الاوبن بوفيه الجميل اللي هو الاوبن اريا من المطعم، في اكتر من كافيتيريا اوبن اريا بتبص على مجمع البسينات زي ما احنا شايفين. ورجعنا تاني للكافيتيريا عشان نرجع للريسبشن ونخش على مكان التسوق اللي احنا شايفينه ده. الفندق كبير وفي اكتر من بارتيشن متقسم، وده ده بارتيشن التسوق في محلات النضارات وفي محلات العطارة وفي محلات الفضيات زي ما احنا شايفين كده، والمايوهات والعوامات والملابس زي ما احنا شايفين كده. مكان كبير زي بازار كبير جدا للتسوق وشنط السفر. كان بصراحة الفندق فيه كل حاجة تحتاجها، ما تحتاجش تخرج من المكان أبدا. حتى السوبر ماركت والآيس كريم، كان النظافة والتعقيم والجمال في كل حتة احنا شايفينها. حتى الدبليو سي بتاعه صورت لكم من نظافة المكان والاهتمام الكبير بقى نقطه. وبعدين اتجهنا للغرف زي ما احنا شايفين كده، كلها بتتفتح بالكارت الممغنط، حداثة رقي. ده التواليت بتاع الغرفة جميل شياكة كده، نظيف. وهنا مكان لشنطة السفر. الغرف دي غرف دبل، وكان فيها الشاشة الليد، وكان فيها التسريحة والكاتل بتاعك ومجموعة الأكواب عشان تقدر تعمل النسكافيه. والإقامة أصدقائنا أول انكلوسيف، فطار غدا عشاء سناكس مشروبات. تاني طبعا التراس الجميل بيبص على جنة جميلة خلابة من النخيل والزرع والخضرة وحمامات السباحة الجميلة. الغرف شيك وجميلة، ودي الدواليب فيها الخزنة وسريرين وكرسيين جمال كده تقعد فيهم كده لو في كابلز ولا حاجة يقعدوا يشربوا الدرينك بتاعهم. وهنا كان الريسبشن. نزلنا الريسبشن تاني عشان اوريكم مكان المطعم. انا بشاور عليه اهو، ده المطعم اللي هنخش نتفرج عليه ونشوفه حتة حتة. ده ركن الاطفال في المطعم. المطعم ساحة كبيرة جدا متسعة، مليانة رقي كده ونظام وجمال. وكانت الوجبات ال3 بصراحة متنوعة جميلة. التشابه مش كبير بين الغداء والعشاء، بس طبعا كان وجبة العشاء كانت أضخم وأفخم وأجمل. وجبات الفطار طبعا مقسمة، كل أنواع الزبادي، البيض، يعني الكسكسي، حاجات كتير جدا هنلاقيها وهنستمتع بيها. البليلة، اللبن السخن، اللبن الساقع، الفول بكل انواعه، كمان الطعمية، البدنجان، كل حاجة مصري شرقي غربي من اي بلد. اللي ينزل في امواج عيون ينبسط جدا بالمطعم بتاعها من تنوعه ورقيه وخدمته لكافة الاذواق من كل البلدان. الصراحة من كل حاجة لقينا صارفين ومكلفين على الوجبات ال3، من تنوع لرقي لطعم لذيذ. والشيفات كمان متقنين جدا في عملهم، وكانت حاجة مميزة جدا. دي مكان المعجنات والبيتي فور والباتيبان، كل حاجة تطلبها، كل حاجة تتخيلها، الزبدة، السلطات بجميع أشكالها، بارتيشن
في كل حاجه بالمزيد وكل حاجه بانواع مختلفه ومتنوعه، فعلا ترضي ذوقك مهما كان. وهنا بار المشروبات اللي في الاخر ده بار مشروبات. طبعا المطعم ده ليه امتداد، والكافيتيريا اللي هي الاوبن اريا زي ما احنا شايفين كده، اللي بتعمل فيها البيض الصبح وبتعمل فيها المشاوي في الغداء او العشاء. ده مكان الاوبن اريا، منظر جميل وخلاب زي ما احنا شايفين كده، الطيور والحمام، وتبص على الواحة الجميلة من الخضرة والجمال والبسينات. المكان كبير وفعلا منتجع امواج عيون كبير. وهنا كانت الحفلة الجميلة، كل يوم حفلة متنوعة مختلفة. انبسطنا جدا في الحفلة لأنها كانت دي جي لذيذ، وكان في مطرب، وكان في كمان رقص، والمصريين والأجانب كله كان مبسوط جدا. وعلى الكافيتيريا اللي بتطل على الحفلة كمان كانوا بيقدموا مشروبات رائعة. وهنا المسرح الكبير بتاع الحفلة، الناس اللي بتقعد تتفرج والناس اللي عايزة تشارك بالرقص أو الغنى وتستمتع بالمنظر الجميل. وهنا أنا كنت قاعد بقى في البار اللذيذ ده، وكنت بشرب مشروبات لذيذة واتفرج على الحفلة والمسابقات اليومية اللي كل يوم كانوا بيعملوها التيم أنيميشن الرائع. وبعد كده كان اليوم التاني لما دخلت على مجمع السباحة، حمامات السباحة، عشان أوريه لكم وأعرفه لكم كله حتة حتة. انا عامل لك عاوز النوم. استني بس يا كابتن اللي بعد استنى لما اقول لك. ها ودلوقتي اصدقائنا احنا ورا الاكوا الجميله بتاعه امواج، وقدامنا الشباب كده بينزلوا وينبسطوا. المنظر كده تحفه واكوا حلوه جدا. حمامات سباحه رائع. احنا دلوقتي في نص مجمع حمامات السباحه فندق امواج شرم. زي ما احنا شايفين كده المكان واسع جميل، كله كده حمامات سباحه رائعه، وفي الليزي ريفر بتاعه ومنطقه الاكوا احنا شفناها قبل كده. فندق امواج في مجمع حمامات سباحه كبير جدا، واللي ورايا ده البار بتاع المشروبات، والاماكن كده فيها صخريه كده كانها بحيره طبيعيه. اتفرجوا كده، منظر جميل جدا. في مكان اهوت للمشروبات، وده البار. طبعا في سيشن للتصوير، سلال القمامه كده متقسمه، نفايات، بلاستيك، ورق، معادن. مكان راقي جدا، خضره كده، جمال، طبيعه حلوه ما يمنحش من وجه حسن. بحيرات متقسمه لمجمع حمامات سباحه. ده كده احنا في وسط الاوتيل. تعالوا بقى نروح على الشاطئ. ده الكشك بتاع الفوط وبشاكير. هنا البار اهي فيها كل انواع المشروبات، عصاير، غير عصاير، مشروبات كحوليه. دي امتداد الشاليهات، دي اولها اهو. واحنا كده مكملين، وهنا في مكان لرسم الحنه. مكان كبير جدا وغرفه كتير جدا، ظريف جدا. اماكن للتسوق والرمل الملون. زي ما احنا شايفين كده، احنا داخلين على الشاطئ قدامنا اهو، ماشيين مع بعض اهو وداخلين على الشاطئ. مقابلنا كله لاندسكيب، خضره جميله، بحر رائع. عايز بقى اوريكم العادات المخمليه الرائعه اللي هي على البحر اللي احنا شايفينها دي كده. عادات ناريه جباره. كل ده بيستخدم في اماكن السيشن والتصوير للمصريين او الاجانب اللي بيحبوا يتصوروا. هنا علامه امواج اهي. المكان ده اصدقائنا زي خيمه بدويه بتقدم مشروبات شيش، بند شيش وشاي، مشروبات شاي. طبعا اسعارها سياحيه جدا. ده منظر عام اهو للفندق، واحنا داخلين على ايه؟ على الشاطئ. احنا كده دخلنا منطقه الشاطئ الرملي زي ما احنا شايفين كده، شاطئ رملي. ودي الخيمه اللي هي البدويه الظريفه، مجمع تشاش. ده البار بتاع مكان، البار بتاع الشاطئ اهو برضه، بيقدم سناكس، بيقدم حاجات وانت على الشاطئ. الإقامة بقول انكلوسيف عشان أي وقت حابب. هنا تقريبا ده مساج.
شезлونجات جميله مترصه في عادات مخمليه زي ما احنا شايفين كده اهو. الشاطئ جميل رائع اهو، تحفه كده، الناس مبسوطه. وده المسرح اللي كان فيه الحفله المسائيه، عجباني قوي العادات البوظ دي. دي برضو عادات عربي كده شياكه تابعه للبار، يعني بعد البار ممكن تقعد بقى عادات عربي كده ظريفه تقدر تقعد فيها كده من جذوع النخيل منظر رائع كده. طبعا يعني لو الجو يسمح، الشمس حاميه جدا يعني كنت قعدت فيها بصراحه. انا بحب العادات العربي جدا. ده المسرح ورايا اهو، ودي العادات المخمليه اللطيفه اللي هي بالبوص على الشاطئ. وعرفنا بعد كده اصدقائنا ان العادات المخمليه دي مش ببلاش زي الشезлونج كده، لا بتتاجر ب$10 خلال اليوم اللي عايز يحجزها. وده الشاطئ بتاعه الرائع، من الرحلات الجميله تنبسط فيها جدا فندق امواج شرم. ندعوكم لزيارته، وبنشكركم للفرجه على الفيديو. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. دعمكم لينا دايما بيقوينا. شكرا جزيلا ليكم، وسلام عليكم.